السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما يا رب بخير وصحة وسعادة وهنا. جايلكم النهاردة بفيديو جميل قوي قوي قوي. كنت في مكان كده وحبيت ادخل محل بتاع عصير، واحنا ماشيين دخلنا المحل ده وشفنا الشاب الجميل خالص ده، ربنا يوسع رزقه يا رب. كان بيعمل ايس رولز بكل الفواكه طبعا، اللي هي الفريش يا دوبك اللي هو بيدخل المحل جوه يجيب فراولة، يجيب كانتالوب، يجيب تفاح، يجيب موز. طبعا بيحط له شوية اضافات كده هنعرفها دلوقتي وهو شغال على طول. بيمسك بقى هنا المكنة بتاعته، بينضفها وبيظبطها، بيخليها زي الفل، ويبتدي زي ما انتوا شايفين كده بيمسك سكينتين او مقطع يعني، وبيحط عليهم هنا خليط بيحطه في الخلاط، بيكون عبارة عن لبن وفانيليا وحاجة بودر كده كمان، بس طبعا انا يعني مش هينفع ان انا اقول. وبيحط عليه كمان كراميل عشان ده اللي هو هيديله تحلية. طبعا الجهاز هنا اللي هو شغال عليه ده عبارة عن مبرد، تمام. طبعا هنا بيتحكم جدا بايده، لان هو لو ما تحكمش كده الحاجة هتتلج، تمام. هنشوفه دلوقتي. ما شاء الله ما شاء الله، عايزه اقول لكم طعمه فوق فوق الروعه. الولد كمان نفسه حلو فيه جدا، سريع فيه، بيعمله حلو قوي، بيتقنه. عايزه اقول لكم انا عمل لي يعني 3 رولز كده ليا انا وقمر وباباها. بجد بجد كان طالع يعني واو بجد. دول ما كانش بيعملهم لينا، يعني انا كان فكري هنا ان هو لينا، بس كان طلع لزباين تانية. لا، وكتب بقى عليه بالصوص اللي هو بيشتغل بيه قمر، وكتب على واحدة تانية ست ام قمر. كان تحية منه للقناة بتاعتنا، لان انا استأذنته ان انا هصوره وهو وافق، ما كانش عنده اي مانع خالص، وقال لي عادي صوري وبراحتك يعني. زي ما انتوا شايفين قربت لكم الشاشة عشان شاشة، قربت لكم الكاميرا يا جماعة. يا جماعة ركزوا معايا، شاشة ايه بس. بجد كان طعمه حلو قوي. عايزة اقول لكم يعني ده كنت باكله في عز التلج، كان الجو يعني كان مش عارفة اقول لكم كان عامل ازاي. في الايام اللي فاتت دي اللي هي كانت ساقعة جدا جدا، قالوا درجات الحرارة اللي هي 3 و4 و5 والكلام ده، انا هفت معايا كده ان انا اكله بجد، وكان طعمه يعني فظيع. بدوري يقول لي طعمه لذيذ كده. بقى بيقسم عشان يعمل الرولز، هيلفها طبعا، بيربعها كده وبيسويها كويس جدا عشان يطلع شكلها حلو. بيشيل اي حاجة من الجوانب كلها من الاربع جناب كده، وبيحطها في النص ويسويها. ما شاء الله ما شاء الله. كده بيتقلها من النص. حلو قوي يا جماعة، المشروع ده جميل جدا. بس طبعا هو بيبقى خبرة، وكمان عايز حد يكون دماغه رايحة للمشروع، لان هو لو دماغك مش هتبقى فيه عمرك ما هتنجح له، لان هو بجد متعب يعني. يكفي ان لو قدامك 10 زباين بتفضل ايدك طالعة نازلة بالمقطع ده اكتر من نص ساعة مثلا. هنا بقى كان بيدلعها وكان بيكتب قمر، شايفين؟ هنا ازازة الصوص دي كانت مظبوطة معاه وكتب بيها كويس اهو، شايفين؟ حلو خالص.
بيروح بقى مقطع كده على طول. عايزة اقول لكم انا خدته من ايده واشتغلت بيه حوالي دقيقتين كده، بجد متعب. بس عشان كان في حاجة برضو يعني هصارحكوا بيها، ال- اللي هو الصينية اللي هو شغال عليها دي ما كانتش مظبوطة فيها، يعني ايه اللي هو طالعة ونازلة فيها ميول من النص. هي المفروض تبقى يعني اللي هي مسحوبة كده، ما فيهاش خبطات، يعني فاهمني؟ دي انتوا لو تركزوا فيها تحسوها مايلة سنة من تحت. الميل ده برضو على فكرة بيتعب جدا، لان انت لما هتيجي تشيليها بالسكينة، لا هي مش مظبوطة، تنزل لتحت وتطلع لفوق تاني وكده. زي ما انتوا شايفين كده لابس الجلافز في ايده. هنا بيحط بقى صوص شوكولاتة. اما رايحة تاخده. هنا عرفنا ان هو بتاع زبون تاني، بعد ما كتبنا بقى عليه قمر وكده. انا بقى يعني المدام اللي خدته قلت لها على فكرة ده مكتوب عليه قمر. زي ما انتوا شايفين كده، اول رولز معانا خلص. بيدلعوا بقى، يحط عليه شوية موز من فوق، وبكده بجد اقول لك تسلم ايدك يا ابراهيم، بجد يعني كان شغل حلو جدا صراحة. الولد متمكن قوي يا جماعة فيه، بيلعب لعب بالسكينة، والله بيلعب. وبكده يا حبايبي خلص كمان الرولز اهو، زي ما احنا شايفين كده. عايزة اقول لكم بقى، شايفين اللي هو اللي مركون على جنب ده في نفس الصينية؟ والله العظيم اداني منه في علبة. عايزة اقول لكم طعمه من غير ما يتلج كان تحفة. هنا بص كان بيديلنا. هنا احنا كنا بندوق اصلا من اللي هو ايه كان بيعمله للناس، اللي هو احنا لسه مش مستنيين يا جماعة، مش قادرين نصبر نستنى اللي احنا هنطلبه. هنا بقى كان هيبتدي يعمل واحدة تانية، قلت له انا عايزاك تعمل لي واحدة لونها بتنجاني او موف، لان انا بحب اللون ده قوي. فهنا بقى حط لي صوص توت، زي ما انتوا شايفين كده، على الخليط اللي هو كان عمله في الخلاط، اللي هو كان باللبن بقى موز وكده وفانيليا. زي ما انتوا شايفين اللون بقى حلو قوي قوي قوي. عايزه اقول لكم ان اللون ده انا عاملاه عندي في اوضه الاطفال على الحيطان، لون الدهانات عندي ده في اوضه قمر وجميله وبدر. معمول عندهم حلو قوي. يا سلام. ساعة ما النقاش كان شغال فيه انا كنت حاسه ان انا عايزه اكله من الجالون كده. زي ما انتوا شايفين قربت لكم الكاميرا عشان تعرفوا اصلا هو بيتلجوا ازاي. هو بيتلجوا على الصينيه دي تحتيها في مبرد، والعربيه اللي بيشتغل عليها زي العربيه اللي عليها الجريلات بتاعت الكريب والحواوشي والحاجات دي. بص قمر بتقلده. قمر كان فاكراه ان هو واقف بيرقص. هنا انا كنت بوريلكم الصوصات اللي هو بيشتغل بيها. شايفين؟ مشروع حلو جدا يا جماعه والله العظيم. هنا كنت واقفة بقى بتكلم معاه، بس كان حوالينا دوشة دوشة جدا، لأن وكان الساعة 1 بالليل أو 2، بس يعني كان دوشة جدا. فما قدرتش طبعا ان انا اصدع دماغكم بالصوت، فقلت افصل لكم الصوت شوية ونتكلم انا وانتوا بقى مع بعض. بصوا كده بقى كريمي خالص اهو. طبعا دي ضملها اللي هو الموز اللي كان معمول من شوية، اللي كان على الصينية. ايه رأيكم يا حبايبي؟ بجد انا عجبني جدا جدا يعني، وحابة ان انا افتح المشروع ده. واتكلمت معاه وخدت رقم تليفونه، ان يمكن ربنا يريد الخير ونفتحه قريب ان شاء الله معاه. اللي يهمه الامر بقى وممكن يساعدني
يقول لي الايس رولز مش موجود فين، وايه اكتر مكان ممكن يشتغل فيه، واحنا هنروح نفتح ان شاء الله. هنا بقى هيدلع الكلام وهيكتب لنا الست ام قمر. بس هنا الازازه بتاعت الصوص كانت مليانه خالص، ما كانش عارف ان هو يتحكم فيها، فانا عذرته صراحه يعني. الست، ايوه بقى. يلا تمام. تحت هيكتب ام. ايوه. قمر. شايفين الجمال؟ تسلم ايدك يا ابراهيم، بجد بجد بجد. دلعتنا في اليوم ده وروقت علينا وخالص خالص خالص. والله تسلم ايدك. وأمرايا عملت ايه؟ بصوا بقى. الشيف الصغنن ده، بصوا بتعمل ايه. حسستني ان هي بتمعجن في حيطة، يعني بتعمل حاجة من اساسيات المعمار. بصوا شايفين. ايوه بقى. ايوه. قمر، يلا عبيله واديله. شطورة. شطورة يا قمراية. ده بقى هنا كان الايس رولز بتاعنا. كان مانجا على فراولة على موز، حاجة كوكتيل كده. يعني شايفين الشوية صغننين اللي حطوهم دول؟ يا نهار ابيض، هيطلعوا قد كده. حط عليه من الخليط اهو برضو. شايفين. ايوه بقى. ايوه. كده هو بقى ايه بيظبط الرولز بتاعنا احنا. بصوا يا جماعة، هتشوفوا بقى هنا كده دلوقتي ايده هتشتغل الله اكبر زي المكنة. بصوا شايفين كده بيدمج كل الحاجات مع بعض. خدوا بالكم هنا بقى، الفراولة مش بتتعصر طبعا، ده هي هنا متقطعة، فبيبقى فيها قطع صغيرة خالص. عارفين الفواكه المجففة؟ بتبقى نفس الطعم كده، بتبقى فظيعة. الموز نفس النظام، مش بيتعصر، بيبقى ايه قطع، لان هو بيقطع بالسكينتين زي ما انتوا شايفين كده اهو. دمج الخليط ده كله كده مع بعض، وبيبتدي ان هو يتلجه على طول على الصينية. بيقعد وقت كبير جدا على فكرة، ما بيسحش ولا نقطة بتنزل منه. ولو كان حد جربه من عند محله وصح منه، فاعرفوا ان ده كده مش عمله صح. هنا بجد بجد الولد ده يعني كان ماهر ماهر فيه، بجد يعني. خدتوا بالكم من القطع اللي بقول لكم عليها؟ بصوا شايفين طعمه تحفة تحفة تحفة. بس حلو قوي. انا هنا طبعا ما كانش معايا بدر وجميلة، كانوا عند ماما. هنا كده على وشك خلاص ان هو يخلصوا. انا هوريلكم بس الايس رو بتاعي انا، ونقفل معاكم على طول. بصوا شايفين. بصوا شايفين هو اصلا ماسك المقطعين ازاي في ايده بصوابعه الوسطانية. ما شاء الله عليه، ما شاء الله.
هنا بقى كده كان خلاص خلص الرولز وابتدى ان هو يحطه. خليته بقى، انا عمل لي ايه، هو بيحط في علب، انا خليته جاب لي اللي هو بسكوت الفريسكا، اللي هو بتاع ايه، بتاع الايس كريم اصلا. هما هناك بيعملوه كده، اللي هو على شكل وردة يعني، بيحطوه في القوالب لغاية ما بينشف ويطلعوه. انا بقى خليته حطهولي كده، لان انا كنت حابة ان انا استفاد ايه، باي نقطة هتنزل منه على البسكوتة، واكل في الاخر البسكوتة واشوف طعمها عامل ازاي. لسه بقى هيدلعه كده وهيحط شوية صوصات عليه، هيخلي الدنيا ايه، فظيعة. دي هيدلق منه هنا شوية كتير. بصوا يا جماعة، شايفين الجمال؟ ايه الحلاوة دي، ايه يا ولد. وهنا طبعا قمر بقى كانت ابتدت ان هي تلعب تاني، وهتشيل اصلا اللي هو محطوط على جنب ده وتحطه في نص الصينية، وكانت برضو بتعمل زيه. هنا نفس الشاب برضو كان بيعمل وافلز، كان بجد شكله حلو قوي، بجد بجد يعني. الشاب ده ربنا يرزقه يا رب، ويوسع رزقه، واشوفه ان شاء الله ان شاء الله فاتح مكان لحسابه هو. ان شاء الله حبايبي يكون الفيديو عجبكم، والايس رولز كمان عجبكم. وحالا اقول لكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للقناة، وان شاء الله يا حبايبي استنونا في فيديو جديد وشارع جديد. وحالا اقول لكم هتوحشوني جدا جدا جدا. اسيبكم في رعاية الله وامنه. سلام عليكم يا حبايبي.